مساء الخير مشاهدينا، اهلا بكم وحلقه جديده من برنامجكم علشان بكره. نحييكم من التلفزيون المصري من برنامج علشان بكره. بنقدم لكم تحيه وتمنياتنا بعام 2016، عام مليء بالرخاء والسعاده وايضا التحسن الاقتصادي لمصر في الفتره القادمه، وباذن الله ايضا التقدم في جميع المجالات. ونتمنى باذن الله ان العمليات الارهابيه او الارهاب ينتهي في عام 2016 في جميع الدول العربية وأيضا الدول الأوروبية. طبعا احنا النهارده في بدايه عام جديد. حلقتنا النهارده يمكن خصصناها مش بس عشان نقول الحصاد، ولكن عشان نبدا ملف نفكر بيه الحكومه، ملف من اهم الملفات اللي يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتم بيه ونادى بيه في بدايه السنه الماضيه. وبالفعل كان رؤساء الحكومه سواء رئيس الحكومه السابق محلب او حتى رئيس الحكومة الجديد أو الحالي يمكن اهتموا بشكل خاص جدا بوضع هذا الملف من ضمن أولوياتهم. لكن حصل فيه إيه لغاية دلوقتي؟ لسه ما فيش خطوات حاسمة، وهو ملف الإصلاح الإداري. طبعا احنا عارفين ان في 7 مليون موظف في المؤسسات الحكومية. هناك عدة مشكلات سواء في تصنيف الناس، تنمية الموارد البشرية داخل المؤسسات الحكومية، تكدس العمالة في المؤسسات الحكومية بدون إنتاج، هناك بطالة مقنعة. لكن الحديث عن الإصلاح الإداري أعتقد هو بيحتاج يمكن يعني حلقات وحلقات، ولكن احنا اللي يهمنا اللي يبقى فيه خطوات أو بدايات حاسمة في عام 2016 في هذا الملف. لأن أعتقد الملف ده لو الحكومة حطته على أولوياتها في عام 2016، أعتقد في نهاية عام 2016 هنقدر نقضي على البيروقراطية، نقضي على وجود عمالة مكدسة لا تعمل. يعني ممكن نوظف العمالة وننمي يعني كفاءتها، ونحاول بقدر الامكان اللي احنا نوظفهم في حدود امكانياتهم وبرضه يبقى في انتاج. عموما الملف ده ملف شائك، لكن بننبه الحكومه في بدايه عام 2016 من خلال برنامج علشان بكره الاقتصادي اللي احنا بنقول لكم لازم تهتموا بهذا الملف. عشان كده احنا هنركز النهارده في حلقتنا او في الحلقه النقاشيه في النص الثاني من البرنامج في هذا الاطار. ومعانا دكتور صفوت النحاس، وهو رئيس جهاز التنظيم الاداري الاسبق، وايضا رئيس جماعات الاداريه او التنميه الاداريه الاهليه. ده هيكون موضوع حلقتنا الاساسي، لكن هناك عده فقرات دايما نبتدي بيها برنامجنا. وعلى اعتبار اللي احنا ودعنا عام 2015 وابتدينا عام 2016، نحب نقول بصرف النظر عن السلبيات اللي كانت في 2015، لكن الحقيقه 2015 ودعتنا ببعض الايجابيات اللي احنا نحب نبرزها في الفترة الحالية وفي بداية برنامجنا، عشان نفكر ان العام اللي فات ما كانش كله سلبيات، لا في كمان ايجابيات. من ضمن هذه الايجابيات يمكن مصر اليوم تسلمت مقعدها الغير دائم في مجلس الامن لعامين المقبلين عن دول شمال افريقيا، وذلك بعد فوزها بالمقعد لعام 2016 و2017. ويمكن ده الخبر حبيت استهل بيه برنامجنا، يعني برنامجي الاقتصادي. يمكن احنا بنقول ما بنتكلمش في السياسه، لا احنا بنقول ان السياسه والاقتصاد واجهين لعمله واحده. يعني موقع مصر في هذا الموقع اعتقد خصوصا لما تبقى عندها فكره انها تبقى مسؤوله عن النقاش للمشاكل اللي بتمر بيها دول شمال افريقيا او تحديدا افريقيا، اعتقد ده هيساهم بشكل او باخر في التنميه الاقتصاديه. واحنا قلنا ان شعار العالم السنه اللي فاتت في الاعوام القادمه 2016 2017 لغايه 2020 التنميه مستدامه. ازاي نحقق التنميه المستدامه بدون ان يكون هناك سلبيات؟ ده الشيء اللي احنا لازم نركز عليه في الفتره الحاليه. ويمكن ده هيخص ايضا موضوعنا، لان احنا بنتكلم على الاصلاح الاداري. فازاي نحقق التنميه بدون ما يكون في اصلاح اداري، بدون ما يكون في تنميه للموارد البشريه اللي جوه المؤسسات. انا بس عايزه اقول لكم ان العمليه كلها مرتبطه ببعض. ده من اهم الاخبار اللي انا حبيت استهل بيه
يعني حلقتي النهارده في عام 2016. لكن طبعا 2015 ودعتنا ببعض يعني الحاجات الجميله اللي بتدي تفاؤل ل 2016، ومن ضمنها طبعا ان الرئيس افتتح المرحله الاولى او مشروع المرحله الاولى من مشروع 1.5 مليون فدان الاسبوع الماضي. واحنا عندنا يمكن كلمه خدناها لسيادة الرئيس بنشوف فيها الاستراتيجية المستهدفة في فترة 2016، بنشوف فيها النتائج اللي هتعود على الوطن من خلال استصلاح الأراضي لمليون ونص فدان، بنشوف فيها ان الدولة عينها على المناطق النائية. يعني في منطقة الفرافرة في الوادي الجديد ما كانش حد يفكر في الفترات السابقة ان هو ينمي فيها، لكن كده اعتقد ان التنمية هتبقى في جميع انحاء جمهورية مصر العربية. حلايب وشلاتين هيبقى ليها جزء، توشكا هتبقى ليها جزء، الغردقه والبحر الاحمر هيبقى ليه جزء، كمان الساحل الشمالي زي ما احنا قلنا ان في الفترات السابقه ركزنا ان في هناك مشروعات، لكن طبعا هتتوالى المشروعات خلال 2016 باذن الله. تعالوا مع بعض نشوف كلمه الرئيس في هذا الافتتاح، ونعود مع لقاء مع وزير الموارد المائيه للحديث عن هذا المشروع، للحديث ايضا عن مستجدات سد النهضه عبر الهاتف. وبهنيكم على انطلاق هذا المشروع. الحقيقة النهاردة يوم جميل، ان احنا كنا اتكلمنا عن عن المليون فدان او ال4 مليون فدان من سنة ونص تقريبا، وبعدين قلنا هننطلق في اول مليون منهم. لما اتأخرنا شوية قلنا هنخليهم 1.5 مليون. احنا سمعنا النهاردة من السادة وزراء الري والزراعة والإسكان عرض عن هذا المشروع، واحنا موجودين. وانا كنت قلت قبل كده ان احنا لا يمكن ابدا هنتكلم عن مشروع من غير ما نكون موجودين فيه وتم اطلاقه بالفعل وخدنا خطوات كبيرة في تنفيذه. وزي ما انتم شايفين احنا موجودين في احد المواقع اللي هي جزء من 500,000 فدان بتوع المرحلة الأولى. وخلونا يعني نعترف ونقول ان خلال 60 سنة كان المتوسط اللي ممكن نقوله اتعمل في خلال 60 سنة كان 50,000 فدان في السنة. فلما نتكلم على ان احنا نخلص 1.5 مليون فدان في سنتين، اظن يبقى كده واضح قد ايه احنا بنتحرك. احنا المصريين مش حد تاني، وان احنا نقدر نعمل حاجة كويسة قوي. وانا لما كنت بتكلم في الموضوع ده مع الزملاء السادة الوزراء كانوا يعني كنت بقول لهم يعني انا مش من حق المصريين ان هم يحلموا يقعدوا في بيت زي اللي انتوا شايفينه ده. مش من حقهم ان هم، انا بتكلم على الناس اللي في الريف، ان هم يناموا في بيت كويس متنظم كويس وفي صرف صحي كويس وفي ميه ما تاذيهمش. فكان ايوه من حقنا. في ناس كتير وانا هم كاتبين كلام هنا، بس انا مش عايز اتكلم بالكلام ده بصراحه، لان انا بكلم كل الناس البساط قوي اللي موجوده في ريف مصر وفي كل مصر. الموضوع ده خد كلام كتير وده طبيعي، لان الناس في مصر قلقانه ودايما بتبقى عايزه تطمن ان كل الامور هتنجح، مش زي يعني لازم الامور تنجح وده كويس. لإلقاء الضوء على هذا الموضوع ومشروع 1.5 مليون فدان في منطقة الوادي الجديد وتحديدا منطقة الفرافرة، هيكون معانا دلوقتي على الهاتف سيادة الوزير حسام المغازي وهو وزير الموارد المائية. أهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيب الأول. وحضرتك بخير، مصر بخير. بداية بقى يعني نحب برضو نلقي الضوء على أهمية هذا المشروع. إمتى هيبتدي العمل في هذا المشروع؟ هيوفر طاقة عمالية قد إيه؟ ومن المستهدف منه من الطاقة الإنتاجية قد إيه؟ طبعا المشروع
نقدر نقول من المزايا كلنا نعرف طبعا المساحه الزراعيه اصبحت كلنا 2.5 مليون فدان زراعي. توصل تاكل الارض الزراعيه بصوره ملحوظه. عدد السكان هيوصل 150 مليون عام 2050. كل ده بيدفعنا ان احنا نعمل مشروع لاولاد احفادنا يتيح لمصر التوسع الزراعي في ظل طبعا عندنا قصه نهر النيل محدوده. فكان المشروع بيعتمد على ثروه مصر في المياه الجوفيه بنسبه كبيره، يعني المشروع بيعتمد بنسبه 88% على المياه الجوفيه. دي حقيقه من اهم اهداف المشروع توفير فرص عمل في التحامل المسافه السكانيه على المسافه. بالنسبه للعمل في المشروع احنا بدينا في منتصف 2014 يمكن حوالي 4 شهور للانتهاء من الدراسات اللازمه الخاصه بالمياه الجوفيه، ثم بدينا العمل فيه في اكتوبر 2014. فالحمد لله في خلال العام انتهينا من حفر 700 بير وحفر ترعه جديده ومحطه رفع في منطقه رشقه. 8 محافظات بنشتغل فيها حاليا في عدد كتير من المواقع، وان شاء الله يمكن ما تم الانتهاء منه حوالي 300 في فدان موارد مائيه تم تحديدها وتم الانتهاء منها وجاهزه لطرح السوق. هل تم الاتفاق مع الشركات اللي هتقوم بالزراعه؟ هل هيبقى نصيب الشباب في الفتره الجايه؟ ازاي هيتم توزيع هذه الافدنه على الشباب؟ هل الوزارات المعنيه هتساعد الشباب حتى يعني في بدايات المشروع؟ يعني الاجراءات بالظبط هتبقى عامله ازاي؟ كانت رئيس وضح لنا ان في شركه هي تقوم باداره 1.5 مليون عشان نتخيل المساحه دي تفوق مساحه محافظه. يبقى بالتالي عاوزه رأس واداره تدير هذا المشروع. الشركه تم الانتهاء من شهرها، وخلال الايام اللي جايه بننتهي من الهيكل الاداري سواء الشركه والاعضاء مجلس الاداره والقائمين على العمل. واهم دور لها ان هي تحط اسعار كل منطقه، سواء السعر بتاع الارض تعتمد على المياه جوفيه او مياه من النيل. هذه الاسعار بتبدا طبعا بنقدر هل بتقسط على 6 سنوات او 7 سنوات بفايده يمكن سياده الرئيس وجه انها تبقى اقل من 6% في حاله التقسيط. شريحه كبيره من الشباب يمكن لا تقل عن 10% من مساحه المشروع ستكون للشباب، وجزء اخر للشركات المساهمه المصريه، وجزء اخر بنسميه لكبار المستثمرين حتى 50,000 فدان. هايل. انا بس احب اكد على حاجه ان المنتج الزراعي بيساهم بحوالي 38% من الناتج القومي، وبالتالي فكره التركيز على الاهتمام باستصلاح اراضي وزياده مساحه الرقعه الزراعيه اعتقد ده شيء مهم جدا. لكن هل هناك خطه زراعيه علشان نقدر مثلا نواجه عمليه التصدير لبعض الدول اللي تحتاج تصدير في الفتره الحاليه، مثلا زي روسيا، اللي احنا عارفين ان روسيا يمكن لجأت لمصر اكتر من مره في احتياجاتها بالنسبه للمنتجات الزراعيه؟ هل في خطه من ناحيه يعني المنتجات الزراعيه؟ يعني عارفين هتزرعوا في ايه وفين في 1.5 مليون فدان؟ طبعا وزاره الزراعه كان دورها بالنسبه كل وزاره كان لها دور. وزاره الزراعه حددت طبقا لكل منطقه وطبيعه التربه ونوعيه الميه، حددت ايه هي المحاصيل اللي تصلح. اهم حاجه في هذه المحاصيل اللي هي الاستراتيجيه اللي مصر بتستوردها من بره، فانا لما ازرعها عندي بتخفف لي عبء على الدولار وعبء على العمله الصعبه، اللي هي مثل المحاصيل الزيتيه اللي مصر بتستورد زيوت من بره. لا، انا اقدر اعمل زي الذره وغيرها من المحاصيل ان انا اقدر منها زيوت وتقوم عليها الصناعات الغذائيه والصناعات الزراعيه زي الزيوت، زي بنجر السكر، زي مصانع الاعلاف. دي كلها بنستوردها من بره، فانا خففت العبء على العمله
النفاذ. هايل. طب يعني برضو من الاشياء اللي نحب نركز عليها وبرضو نلقي الضوء عليها، اللي احنا بنستقبل بدايه عام 2016 ونهينا عام 2015، وكان في خبر من الاخبار يمكن اللي اشار ليها سياده الرئيس، وهو الاتفاق المبرم في الفتره الاخيره بخصوص سد النهضه. ايه المستجدات في هذا الملف وايه اللي منتظرينه كدوله من اجراءات حاسمه ومن قرارات حاسمه تدي للمواطن امل ان الملف ده اتحل، وهيبقى مهما كان هذا القرار هيبقى في صالح الدوله المصريه؟ باختصار شديد، طبعا بعد سلسله من اللقاءات على المستوى الثلاثي ثم مستوى الوزراء الري والخارجيه في الثلاث دول، انتهى الاتفاق الى اولا تاكيد الثلاث دول عدم اتخاذ اي اجراءات تخالف اتفاق المبادئ. هذا يعني ان عدم البدء في ملء الخزان الا عندما تنتهي الدراسات الفنيه. هذا ما تم تحقيقه. الشيء الثاني انطلاق الدراسات الفنيه ان شاء الله في 1 فبراير القادم يتم التوقيع مع المكاتب الاستشاريه لتنتهي من دراستها قبل نهايه هذا العام، حتى تطلع الدراسه وتحدد ما هو حجم التخزين الذي لا يضر مصر والسودان. اعتقد دي كانت من اهم الاشياء، وكلنا هنحترم او التزمنا باحترام هذه النتائج. الشيء الثالث ان احنا مراحل الانشاء بتاعه السد لا تسبق، يعني لا تصل لمرحله تتعارض مع نتيجه الدراسه، وهذا طبعا مفهوم بالمعنى ان يعني لا يصل الى ارتفاع يمكن الدراسه تعطي نتائج مخالفه او نتائج معاكسه ليه. اعتقد الاشياء دي بتدينا على الاقل نوع من ان احنا ماشيين على الطريق الصحيح، وبشكل حضاري بين الثلاث دول ان احنا كلنا نحترم اتفاق المبادئ الموقع في الخرطوم، ونامل ان شاء الله في عام 2016 تنتهي هذه الدراسات ويكون خطوه للتعاون بين الثلاث دول. اسمح لنا بقى في نهايه لقائنا عبر الهاتف اللي احنا عايزين لقاء موسع في الاستوديو الجمعه القادمه، يا ريت حضرتك ترتبه معانا وتوعدنا بيه، علشان في تساؤلات كتيره بالنسبه لملفات مهمه جدا تقع في اطار حضرتك، فنتمنى ان حضرتك يعني يبقى عندك من الوقت انك تكون معانا. ان شاء الله ننقطع الموعد. بشكر حضرتك على هذا اللقاء، ومره ثانيه كل سنه وحضرتك طيب. ومن الاجراءات ايضا اللي احنا نحب نلقي الضوء عليها هي اجراءات خاصه بالبنك المركزي. يمكن انا ما بداتش بيها لان انا الاسبوع الماضي او بقالي كم حلقه في نهايه عام 2015 بركز على اجراءات البنك المركزي، لانها كانت اجراءات مهمه جدا لعمليه الاستثمار، سواء من رفع الفايده على الايداع والاقتراض، سواء فكره حتى التفاؤل بمحافظ بنك مركزي قادم من مؤسسه بنكيه، ده في حد ذاته اعتقد هيعمل تسهيلات كثيره للاستثمار في الفتره القادمه. لكن طبعا في اجراء اتخذه محافظ البنك المركزي مؤخرا، وهو خاص بعمليات الاستيراد، واشترط شرط يمكن الى حد ما الاقتصاديين وبعض رجال الاعمال بيقولوا ان هذا القرار ممكن يعيق عمليه الاستثمار، وهذا القرار كان خاص بعمليات الاستيراد، واشترط شرط حصول على تامين نقدي بقيمه 100%، يعني شهاده ائتمان داخل البنك المركزي بالتامين 100% بدل من 50%، واستثنى استيراد الادويه والامصال والكيماويات. هناك بعض الانتقادات وجهت لهذا القرار. هنفتح هذا الحوار مع ضيوفنا الكرام، الاستاذ احمد الوكيل وهو رئيس اتحاد الغرف التجاريه، وايضا الاستاذ محسن عادل بصفته مش بس خبير اقتصادي ولكن بصفته انه عضو في جمعيه التنميه الاقتصاديه اللي تابعه للرئاسه، واعتقد ان مطبخ الاقتصاد او مطبخ التشريعات بتتم من خلال هذه الجمعيه. معانا الاستاذ احمد. الاستاذ احمد اهلا بحضرتك، كل سنه وانت طيب. كل سنه وحضرتك طيبه يا استاذه جيهان. استاذ احمد، احنا هنعلق النهارده على الاجراءات الاخيره للبنك المركزي، ولقت عدم قبول من بعض رجال الاعمال، وهي خاصه بالعمليات الاستيراد وشروط الحصول على تامين نقدي 100%.
ويعني ما عملش عمليه تخصيص، لان عمل استثناء فقط لعمليه الادويه او الامصال او الكيماويات. ولكن بعض رجال الاعمال انتقدت هذا الخبر بخصوص ان ده مش هيساهم في عمليه الاستثمار في الفتره القادمه، لان في مجالات اخرى لازم ان تعفى من هذا القيد، خصوصا ان بعض المصانع تحتاج الى تسهيلات لاستجلاب بعض الادوات المتقدمه لتدوير هذه المصانع. ايضا هناك اجهزه طبيه يحتاجها المواطن في العديد من المستشفيات، ايضا تحتاج الى تسهيلات من البنك المركزي. رؤيه حضرتك ايه، ورؤيه بقى رجال الاعمال، خصوصا ان حضرتك رئيس اتحاد الغرف التجاريه؟ والله الاول يعني بهنئ الشعب المصري بحلول العام الميلادي الجديد، متمنيا لمصر ان شاء الله مزيد من التقدم والازدهار، وان احنا نعمل بقى عشان نقدر نحقق حلم مصر الحديثة والجديدة والقوية. انا عايز اقول يعني انا متفاهم تماما موقف البنك المركزي من نقص العملات الأجنبية اللي عنده، ويمكن هو في هذا الإطار الحقيقة طلع بعض القرارات يوم 21 ديسمبر الحقيقة، اللي احنا يمكن بعتنا وجهة نظرنا فيها بالنسبة ان هذه الاجراءات المفروض انها يعني عايزة نوع من التغيير، على اساس ان احنا نستطيع ان احنا نحقق مبادرة السيد الرئيس بتخفيض الاسعار. هذه الاجراءات 100% هتقلل من العرض وهتحجم الطلب، وده بالتالي هيؤدي الى ارتفاع اسعار السلع المحلية والاجنبية. اللي انا عايز اقوله ان في كثير من المصانع الحقيقة اللي احنا بنخاطبها وعايزين نشجعها وفقا لرؤية البنك المركزي ورؤيتنا جميعا، واللي اعتقد انه من اجله طلع هذه السياسة، دي مصانع صغيرة ومتوسطة لا تقوم بالاستيراد بنفسها، لان هناك كثير من السلع يعني على سبيل المثال الخشب ده بتستخدمه محل النجارة ومصانع ورش النجارة ومصانع الموبيليا، ودي كلها الحقيقة مصانع لا تستطيع انها تستورد هذا النوع، ودي بتعتبر يعني من المواد الأساسية لإنتاج الملابس. اللبن، البودرة مثلا على سبيل المثال، كثير من معامل الجبنة البيضاء والمصانع الصغيرة ما بتقدرش تستورد هذا، لكن ده معناه ان حضرتك قلت برضو ان في بعض رجال الاعمال او بعض المصانع اللي هي بتشتغل على مستوى صغير او مشروعات صغيره ومتوسطه. خلي بالك انا عايز اقول لك حاجه. المقصود يعني هل شايف ان القرار كان لازم ما يعممش ولازم يخصص؟ لا، لان المفروض انا عايز اقول لحضرتك حاجه. خلينا نتكلم ان احنا برضو عايزين نوع من التنميه. عايزين نتكلم على ان 70% او 75% من حجم استيراد مصر لا يمكن الاستغناء عنه، لان هي دي مواد خام، سلع تحويليه، طاقه ووقود، عندك كمان بترول، عندك الحاجات دي كلها دي الاجهزه اللي هي بتعتمد يعني بيعتمد عليها 90% من الاستثمار او الاجهزه طبعا والعدد والالات. يعني اذا ايه المفروض يحصل في الفتره القادمه؟ يعني احنا سريع انا في وجهه نظري الشخصيه الحقيقه ان احنا لابد ان تكون السياسه النقديه متوافقه مع مناخ الاعمال. انا النهارده التحدي الاصلي لمصر هو خلق فرص عمل، يبقى انا لازم اشجع الاستثمار اللي يجي من بره، لازم يكون عندي سياسه نقديه، سياسه مرنه. مش معقول النهارده انا اجيب فلوسي في دوله
بتمنعني من انا احول فلوسي في الخارج. صحيح. طب هطلع فلوسي ازاي وهطلع ارباحي ازاي؟ الحاجه الثانيه ان مش لازم اتكلم على ان المصانع، ده في مصانع النهارده بقى لها 4 5 سنين ما طلعتش رخص، بالتالي ما عندهاش رخصه استيراد مصنع، بتعتمد على الاتجار 100%. فلا بد ان يكون النظره متوجهه لمجموعات السلع وليس للتصنيف بين التاجر والمصنع، عشان نستطيع ان احنا نوفر السلع ونوفر العرض ونحافظ على الاسعار في المرحله الحرجه دي. الحاجه الثالثه الاخيره، انا دعيت ناس كتير انها تستثمر في التجاره الداخليه وتستثمر وعامله مولات وعامله حاجات. طب المنتجات دي اللي هتيجي هتتباع لمين؟ السياح اللي هييجوا دول هياكلوا ايه؟ يعني ارجو ان يكون هناك تفاهم، لان انا الحقيقه متحفظ على سياسه هذه الحكومه ولابد انها تراجع نفسها للصالح العام. استاذ احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجاريه، بشكر حضرتك على هذا التعليق. وعلى عموما انا يعني هحاول اعمل الحلقه دي بالتفصيل الاسبوع القادم، وهاجل تليفون الاستاذ محسن عادل لانه استقطعنا وقت كبير جدا من ضيفنا الكريم وصبر علينا كتير. وموضوع التنميه الاداريه ده برضو من الموضوعات المهمه جدا اللي يجب ان الدوله تهتم بها الفتره القادمه. المقصود في هذا الموضوع ان المفروض يبقى هناك او بعض القرارات اللي يتخذها محافظ البنك المركزي، بجانب انه بيلجا او بيبقى بعد اجتماعات خاصه باللجنه التنسيقيه اللي هي بتضم بعض الوزارات المعنيه ايضا مع الخبراء، يجب كمان ان يجلس مع بيئه الاعمال، بيئه الاستثمارات، لان ده المشكله الدائمه بين محافظ البنك المركزي وما بين بيئه الاستثمار. السنه اللي فاتت كان في اجراءات برضو الى حد ما خاطئه من محافظ البنك المركزي هشام رامز، وكانت برضو بتضر الاستثمار في مصر. اللي نتمنى، احنا عارفين ان سعه صدر محافظ البنك المركزي الاستاذ طارق عامر كبيره، اعتقد ان ممكن الاسابيع القادمه يعني تبشر بشيء اخر، خصوصا ان هو بيقبل انه يسمع الانتقادات. في حاجه كمان، فكره الايداع او الحد الكمي من للايداع في البنوك، ده برضو من الاشياء اللي عليها لغط كبير جدا، خصوصا ان ما ينفعش نساوي رجل اعمال بمواطن عادي. لو انا اقدر ادفع 50,000 دولار طبعا مش هقدر، او هحطهم في البنك يعني ايداع شهري، اكيد تعاملات رجل اعمال او تعاملات شركات كبيره بتبقى اكبر من كده بكتير. عموما الاسبوع القادم هنفرد مساحه اكبر لهذا الموضوع، ونشوف تقرير اساسي للحلقه فرسان الجوده لعام 2015 والمثقفون والاعلاميون يتالقون في هذه الجوائز. ونبتدي حلقتنا حالا عن التنمية الإدارية. الحمد لله على السلامة للبنان، ودايما مصر بتكرمك وانت كمان بتكرمي المصريين في لبنان. فرسان الجودة والجائزة دي بتعني ليكي ايه بالذات في هذا الوقت بالذات؟ اولا جميل جدا انه يكون في جائزه للجوده، خاصه بهالعصر اللي نحن عايشين فيه اللي اكثريته شيء فاسد. فلما بتلاقي شيء له جودته لازم يبين ونقول شكرا لاصحاب الجوده. وانا بدي اشكر القائمين على هيدا المؤسسه الايزو، لانه كثير مؤسسه مهمه وعم تشجع الناس لتعطي باخلاص وبصدق اكثر واكثر. اليوم انا
الجائزة يلي نلتها، وأنا بعتبر حالي أنا جندي بهالعالم، بقدم ما قدرني الله عليه من طاقة ومن قدرات ومن شيء للناس اللي هي محتاجة، وللناس اللي هي بدها مين يدعمها ويكون حدا. بقى أنا هيدا الدعم يلي هيدا اللي صار معي. بس أنا هديت الدرع هيدا للقوات المسلحة المصرية، لأن الجيش المصري كتير بيعني لنا وكتير بيهمنا، وهو هلا عنده الجودة الأولى بالعالم العربي كله. دكتور محمد عبد الفتاح، النهارده انت فزت بجائزه الفرسان الجوده عن دورك في البحث العلمي في مجال التعليم. كلمني على الاول البحث اللي حضرتك تقدمت بيه وده كان سبب فوزك النهارده بالجائزه. عملت بحث كان اسمه المنظومه التعليميه المتكامله ودورها في حل مشاكل المجتمع، في تنميه المجتمع وحل المشاكل وخاصه المشاكل الاقتصاديه. اتكلمت فيها عن دور التعليم في حاجات كتير جدا، لان انا لو اعددت تعليم جيد هاعد معلم جيد ومتعلم جيد ومحتوى تعليمي جيد وبيئه داخليه تتاثر بالمحتوى التعليمي ده والمنظومه كلها، لان المنظومه بتتكون عباره عن معلم ومتعلم ومحتوى تعليمي ومكان تعلم وبيئه داخليه وبيئه خارجيه. انا عايز اشوف ايه الحاجات اللي ناقصه في الحاجات دي كلها واقدر اعوضها. طب هي حضرتك درست هذا المجال ام مجرد يعني قدمت هذا البحث بشكل تطوعي؟ لا، انا حضرتك رئيس الاتحاد العربي للتعليم والبحث العلمي. هايل. في مجريات البحث اللي حضرتك يعني قدمته في تطوير التعليم، ايه اهم المحددات اللي شايفها ممكن تحل مشكله التعليم في مصر؟ الحل مشكله التعليم تبدا بالمواطن نفسه، لابد ان اعتني بكل مدخلات العمليه التعليميه، المعلم والمتعلم والمحتوى التعليمي ومكان التعلم والبيئه الداخليه والبيئه الخارجيه، لابد كل المؤثرات في العمليه التعليميه تتكاتف من اجل تحقيق هدف واحد وهو ارتقاء مستوى التعليم. لو انا قدرت ارتقي بمستوى التعليم من خلال الوضع الحالي، انا ممكن مقدم للبحث فيه ان انا اقدر اطور واحل مشاكل كتير جدا في مصر دون تحميل الدوله اي تكاليف اطلاقا من خلال التعليم الموجود حاليا، واحل مشكله التعليم نفسها. بنرحب بدكتور صفوت النحاس، رئيس جمعيات اتحاد الجمعيات التنمية الإدارية، وأيضا كان رئيس جهاز المركزي للتنظيم والإدارة. أهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك طيبة. بداية يعني ملف الإدارة والإصلاح الإداري ده من أهم الملفات اللي على بد من أن الدولة تهتم بيه الفترة الحالية. كلمني الأول عن جهاز أو اتحاد الجمعيات التنمية الإدارية، إيه دوره؟ واللي أنا عرفته من حضرتك قبل اللقاء إن هو من خلال يعني ملوش دور نظامي، ولكن هو من خلال جمعيات أهلية. هل هذا الدور بيصل إلى أنه بيبقى فيه تعاون ما بين الدولة أو المؤسسات الحكومية وأيضا هذه الاتحادات؟ حضرتك الجمعيات الأهلية في مصر اللي هم NGOs يعني حوالي 46,000 جمعية، اللي بيعملوا منهم بجدية مثلا حوالي 15-20,000. من ضمن الجمعيات دي جمعيات مهتمة بالتنمية الإدارية داخل الاتحاد العام للجمعيات الأهلية. في اتحادات نوعية، اتحاد لجمعيات المرأة، اتحاد لجمعيات رعاية المسجونين، اتحاد لجمعيات حماية البيئة، اتحاد. فاحنا اتحاد جمعيات التنمية الإدارية بيضم حوالي 22 جمعية مهتمة بالإدارة. هو بيعتبر بيت الخبرة الشعبي للإدارة. كل الجمعيات ديت فيها متخصصين في الإدارة وممارسين لها وراغبين في ان احنا نحسن الأداء الإداري في مصر. احنا لنا مجلة دورية ربع سنوية منتشرة في محيط الإداريين. عندنا مؤتمر سنوي وندوة شهرية قوية على موضوع من موضوعات الإدارة. في آخر مؤتمر عقدناه كان يوم الأحد اللي فات بخصوص الجديد في إدارة المنشآت الصحية، مستشفى، مصنع أدوية، شركة توزيع أدوية، عيادة مجمعة، عيادة، صيدلية. وكان المتحدثين في المؤتمر والحكومة بتدعم هذا الاتجاه وبنلقي الضوء وبيبقى لنا توصيات قد يؤخذ بها وقد لا يؤخذ بها. لكن انتوا جهة معتمدة للتدريب.
واحنا مهتمين بالتدريب الاداري. الاداري، ان هو هل التدريب الاداري يعني يعد تحت اطار التدريب البشري، تنميه بشريه، تنميه بشريه، ام ما فيش اي استحداث للادوات اللي بيتعامل بيها الان الموظف داخل المؤسسات الحكوميه؟ يعني احنا عندنا في التلفزيون مثلا، يعني حتى الان يعني فكره الكمبيوتر وان الملفات تبقى من خلال الكمبيوتر او الترتيب المكتبي. احنا عندنا مكتبه التلفزيون لغايه دلوقتي ما فيش كمبيوتر يحكم العمليه، كله مانيوال او يدوي. لو فتحت ملف التلفزيون هو محور اهتمام الحكومه الحاليه. انا ما اقصدش التلفزيون بس، انا بقول على سبيل المثال، لان احنا بنقدم التطوير على الشاشه، ازاي ما يبقاش في ادوات عندنا داخل اربقه هذا المبنى فيها تطوير، ومن ضمنها السلك الاداري. يعني السلك الاداري هل بتدخلوا فيه ايضا ازاي التعامل مع الادوات الحديثه؟ يعني ازاي حضرتك ان احنا ننظم مكتب بتاع رئيس قطاع او رئيس هيئه او رئيس قناه، ازاي ننظم العلاقات العامه في كل حته في التلفزيون، كل مكان في التلفزيون، ازاي الناس بتوع المحاسبين يشتغلوا ويشوفوا شغلهم، ازاي تعملي خطه تسويقيه للبرامج بتاعه التلفزيون. كل الكلام ده بندرب عليه في جهات كتيره ومتعدده، بندرب داخل الحكومه. وعندنا من اتحاد جمعيات التنميه الاداريه تدريب داخل وزارات بعينها، متبنين مبادرات قويه جدا 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 ان احنا نطور مراكز التدريب في الحكومه. طب قانون الخدمة المدنية، أيوة. قانون يمكن تم صدوره في عام 2015، ولكن لقى عدم قبول من بعض المؤسسات الحكومية، ومن ضمنها مؤسسة الضرائب. التلفزيون البعض متفق معاه، البعض مش متفق معاه. شايف الإيجابيات بتاعت هذا القانون اللي بتصب في مصلحة الموظف اللي هو اللي بيدير المؤسسات الحكومية إدارة من تحت المثلث زي ما يقولوا، مش من فوق المثلث، وهل ده بيصب برضه في مصلحة الإصلاح الإداري في الفترة القادمة؟ هو حضرتك شوفي، احنا يعني تعرضنا في الفترة السابقة دي لقوانين يعني قانون بتاعت اللي بتحكم العاملين في الجهاز الإداري للدولة. ابتدت سنة 51. كان في قانون سنة 51 استمر لمدة 6 سنوات. ولا تلا قانون سنة 64 استمر 7 سنوات. تلا قانون سنة 71. تلا قانون سنة 78. قانون 47 لسنة 78 اللي هو القانون السابق استمر 37 سنة. وفي بدايته كان قانون محكم، لكن ادخلت عليه تعديلات. التعديلات دي افقدته محتواه وادت الى تضارب في الاختصاصات، وادت الى حاجات كتيره الخصها لحضرتك. يعني في التعيين غير المبرر، نمره 2 عدم المساواه، الاحتقان بين العاملين في الجهاز الاداري للدوله نتيجه ان العاملين بنفس المسمى الوظيفي في جهتين مختلفتين ممكن وفي نفس الدرجه الماليه ومتخرجين في نفس السنه بيتقاضوا مرتبين مختلفين، على رغم ان الراتب الاساسي لهم متساوي. فقد تقييم العاملين في الجهاز بس ممكن يكون يندرج تحت مواصفات عمل. يعني اللي بيشتغل في مهندس في شركه حكوميه، شركه بترول مثلا حكوميه، فاعتقد ان هو برضه بيحتاج الى يعني الشركات خارج الاطار. الشركات خارج الاطار. لكن انا برضو بقول لحضرتك يعني نفس المسمى الوظيفي، نفس العمل، بس في جهه واخر في جهه اخرى، ده بيتقاضى مرتب مثلا 3000 جنيه والتاني بيتقاضى مرتب 1000 جنيه بنفس المسمى الوظيفي بنفس طبيعه العمل ونفس الجوب ديسكريبشن اللي مكتوب له في بطاقه الوصف الوظيفي. هل ده بيندرج تحت اطار ان المؤسسه دي رابحه ام او خدميه؟ لا، مش رابحه او خاسره. يعني بعض مثلا القطاعات الحكوميه مؤسسات اقتصاديه رابحه، فبالتالي ممكن الموظف يتدرج من ناحيه النقود يعني النقطه اللي حضرتك بتتكلمي عليها نقطه مهمه جدا، بس التاثير بتاعها على الدخل مختلف بسيط. التاثير بتاعها قانون الخدمه المدنيه عالج ايه لما طلع السنه اللي فاتت 2015، وايه الاضافه الحقيقيه للموظف بقى الحكومي؟ طبعا نمره واحد باختصار جدا جدا، عشان احنا مش جايبين القانون هنا، بس عايزين يبقى نظره على الاصلاح الاداري في مصر. اول حاجه القانون خطوه من خطوات الاصلاح الاداري. نمره واحد ظبط موضوع التعيينات، الغى التعيين المؤقت والتعيين دائم بشكل دائم، حقق تكافؤ الفرص ان التعيين من خلال امتحان على الوظيفه الخاليه والمموله،
والاعلان زي الاعلان بتاع 30,000 مدرس ده من خلال الحكومه الالكترونيه ويتقدم، والامتحان اونلاين. ده لو افترضنا الاختيار بقى مع الكم الهائل ده هيبقى الاختيار على اساس من غير واسطه، على اساس الافضل. المفروض يعني احنا برضو يعني هو الاصلاح الاداري ممكن اجراءات روتينيه، لا يعني لكن في وسايط وفي حد يعني انا في متصور ان الامتحان بالطريقه دي مش هيكون فيه واسطه. واحنا يعني وزاره التخطيط والتطوير الاداري والمتابعه حتى قواعد صارمه، وبتعد الان بنك اسئله لكل وظيفه بيحطوها متخصصين وممارسين للعمل شاغلين لاعباء هذه الوظيفه. طب فكره تقييم الموظف او انا كلمت حضرتك في التعيين. نمره 2 الجدول الاجور كان مشوه. كان الاجر الثابت والاساسي 35% من اجمالي الدخل، والاجر المتغير حوالي 65% من اجمالي الدخل. تم تصحيح جدول الاجور. حصلت مشاكل بسيطه اثناء التطبيق، ان في بعض الناس نتيجه التصحيح ده شمل ايه؟ شمل ان العلاوات الاضافيه كلها دخلت في الاجر المحتسب في المعاش. فلما دخلت في الاجر المحتسب للمعاش العلاوات الاضافيه، ده ادى الى ان يتخصم عليها تامينات. فلما ادى ان يتخصم عليها تامينات، اجمالي الدخل قبل الحصول على العلاوه نقص. فالحكومه استدرجت الكلام ده وعملت علاوه خاصه تساوي الخصم النقص اللي تم على بعض العاملين نتيجه خصم التامينات. المعاش لا المعاش بيحكمه قانون اخر. قانون التامينات والمعاشات. وانا من خلال المنبر بتاع حضرتك ومن خلال بكره يعني علشان بكره احنا بنناشد الدوله انها تعيد النظر في قانون المعاشات. طرح قانون معاشات سنه 2009. ايه اللي ماشي في العالم؟ اللي ماشي في العالم ان اي موظف لما يطلع معاشه يساوي تقريبا 80% من دخله الثابت. 80% من دخله الثابت. النهارده الحد الاقصى للاجور اللي احنا نادينا بيه حد اقصى الاجور وحد ادنى الاجور، الحد الادنى للاجور متحدد ب 1200 جنيه يتم تطبيقه تدريجي، وفي خلال 4 سنين هيبقى مطبق سنه 2017 2018. ففي عندنا حد ادنى 1200 جنيه وعندنا حد اقصى 42000 جنيه. من غير المقبول ان في واحد بيقبض 42000 جنيه يطلع ياخد معاش 1400 جنيه، ومن غير المقبول ان في واحد بيقبض 5000 جنيه يطلع ياخد الحد الاقصى للمعاش اللي عاملين في الجهاز الاداري للدوله 1400 جنيه. فطبعا ده بيؤسس لفساد اخر. واحد بيقول لك انا بامن مستقبلي، انا بقبض 42000 جنيه وولادي في التعليم وبعمل ومش عارف ايه، ويجد اي ثغره يكسب مال حرام. طب شايف حضرتك عشان الاصلاح الاداري يتم في الفتره الحاليه ايه اللي ناقص والمفروض الحكومه تعمله؟ بجانب طبعا القانون اولا في حاجات، هل في حاجات لازم تحصل عشان ده يبقى نهايه في حاجات شملها القانون الجديد لازم تتنفذ. القانون الجديد قال ايه؟ قال ان كل وحده تعمل هيكل تنظيمي جديد، تحط مواصفات لشغل كل وظيفه في موجوده تحدثها. فلازم تعمل دورات عمل تأسس لتقديم الخدمات بشكل إلكتروني. طبعا تقديم الخدمات ده بالطريقة اللي ماشية دي نقطة الاحتكاك بين المواطن وبين الحكومة هي مواقع تقديم الخدمات. لازم تقديم الخدمات تبقى نفس بين مقدم الخدمة وطالبها. لازم تقديم الخدمة من خلال مستندات واضحة ورسوم واضحة وتوقيتات واضحة لتقديم الخدمة. نمرة 3 لازم الخدمة دي تبقى إلكترونية. فالقانون ده بيؤسس لهذا. لو افترضنا ان في نسبة كبيرة من الشعب مثلا في أمية، لو افترضنا ان في نسبة كبيرة من الشعب برضو بتتفتح فوق سن ان هم يتعلموا كمبيوتر. الصين عاملة مراكز لتقديم الخدمات في الشارع بيقف فيها متخصصين. لما بيجي راجل عايز يطلب تقديم خدمة يحصل على رخصة وهو أمي، مفيش يعني أمية هناك، بس أنا بقول لحضرتك لو فرض ان واحد عايز يتقدم بطلب للحصول على خدمة وهو مش قادر يتعامل مع الكمبيوتر، واقف واحد يدخل له البيانات اللي هو بيقولها. صحيح، واحنا بنشوفها كده في المطارات كتيره جدا. ما بنعرفش نعمل الفيزا اللي هي من أو المطار، تذكره تلاقي حد من السكيورتي يساعدك في حد متخصص حتى احنا المتعلمين يعني. فالكلام ده لكن هتتكلف 3 مليار جنيه. فاتورة الفساد نتيجة عدم ميكنة الخدمات
تتعدى ذلك بكثير. طب. فدي النقطة اللي بعد كده عملية التقييم. عملية التقييم بتاعت الموظف نتيجة لأن الدخل المتغير أكبر من 65% من إجمالي الدخل الكلي للموظف، والدخل المتغير والأجر المتغير بيتوقف على التقييم. فكل العاملين في الجهاز الإداري للدولة، حوالي 97% من العاملين في الجهاز الإداري للدولة بياخدوا تقدير امتياز. ففقد التقييم قيمته، وفقد التقييم الهدف منه ومحتواه. فنتيجه لكده الناس متساويه ببعض عموما. يعني ايوه بالظبط. عموما يعني الوقت دهمنا زي ما بيقول، لان الحلقه النهارده كانت حصاده وحضرتك، فيعني احنا اسفين ان حضرتك قعدت مده قليله، لكن استفدنا جدا من القاء الضوء على بعض النقاط اللي احنا بنقول انها تبقى مدخل لبدايه عام 2016 ان الحكومه تهتم بيه. وقامه كبيره انا عايز اقول حضرتك لحضرتك يعني ان وزاره التطوير الاداري يعني بتشتغل كويس قوي قوي قوي، عامله لجنه للاصلاح الاداري وحاطه اطر لعمليه الاصلاح الاداري، ورؤيتها قويه وخدت بالدراسات السابقه كلها. هو المهم التنفيذ على ارض الواقع. احنا محتاجين من حضرتك حلقه ثانيه بالتفصيل بقى قانون الخدمه المدنيه عشان 15 يوم ونيجي تاني نتكلم 15 يوم. انا بس بشكر حضرتك كل سنه وحضرتك يبقى الحلقه كلها على قانون الخدمه المدنيه. بشكرك وبشكر كل الساده المشاهدين، كل سنه وانتم طيبين مره ثانيه. الاسبوع القادم نقابلكم ملف اخر من ملفاتنا. الى اللقاء.